مستر حسام، هلا. ايه الفرق بين البروكر المخضرم والبروكر الجديد في السوق في دبي تحديدا؟ البروكر الجديد اللي بيجرب في المستثمرين. بالظبط كده. شوف يا سيدي، البروكر الجديد هتلاقيه دايما بيتكلم عن امينيتيز، كريستال لاجون، ما اعرفش ايه، المسبح المعلق، الحاجات اللي هي اللي ايه الثانويه دي. يعني المستثمر في النهايه مش همه الكلام ده. هي الامينيتيز مهمه وكل حاجه، وبتاثر بشكل كبير في قرار الاستئجار اللي هو بدوره بيأثر في قرار الشراء. انت بتشتري عشان تأجر، عشان وحده مطلوبه يعني. ولكن مش المستثمر بيفكر بعقليه انا هحط فلوسي امتى، احط فلوسي فين، وهحط فلوسي امتى، واخرج من الاستثمار امتى. فالبروكر بقى المخضرم هو اللي بيعرف يوجه، يشتغل على عامل التوجيه، راس المال اللي معاه واللي مع المستثمر في المكان الصح في الوقت الصح عشان المعادله تكتمل. ممكن يوجه راس المال في المكان الصح بس في الوقت الغلط تخسر المعادله. فهي هنا ده مربط الفرس. فانت على سبيل المثال مناطق كتير زي كريك هاربر. كريك هاربر منطقه عظيمه. عندنا مناطق تانية جديده نسبيا، منطقه هورايزن، ميدان هورايزن، منطقتين قريبين جدا من بعض وليهم نفس الاطلالات تقريبا. ولكن هنا استثمار طويل الامد شويه، وهنا استثمار شويه يعني سريع. فانت محتاج تعرف عميلك هيدخل الاستثمار امتى ويخرج منه امتى، وهيخرج منه ازاي باعلى عائد. ودي اللي بقى لعبتنا احنا. يعني الحمد لله متميزين جدا جدا في الحته دي، بنشتغل بدراسات، باحصائيات، بارقام. فمخضرمين احنا زي حالاتنا كده. شكرا حبيبي.